يا ابني قوم قوم، الناس بتسأل عليك. ايه يا اسطى، عايز ايه؟ قوم يا ابني، الناس بتسأل عليك. تمام، ماشي ماشي. لا، صباح الفل صباح الفل، الناس عايزاك انت يا عم. قوم قوم قوم. يا اسطى نايم، يا اسطى نايم نايم. ايه ده؟ هو انا اتخنت كده؟ يا عم ما تركزش نهار في اسود. الجناب والفخاء. ده عز ده. ده اكيد من دجاج برضه. خليني هنا، خليني بالله عليك بالله عليك، انا تمام. انا تمام. وايه؟ تعالى تعالى، انت فايتك كتير قوي. تعالى تعالى. بس. ولا ولا ماشي، حاضر 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 حاضر. اعمل لي طيب قهوه. اعمل لي قهوه. حاضر. محدش بيصحي حد كده برضه. تعالى تعالى، والله العظيم الدنيا حلوة قوي هناك. تعالى. يلا بينا يا عم، ماشي ماشي ماشي. سمي وانت داخل. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ الله عمي. دي بتاعت معرض الكتاب دي. وده ده جالي في فبراير 2020. ودي رسمها لي واد اسمه عمر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بتاع دي انت جبتها؟ بسم الله. ايه ده؟ ايه العبط ده يا اسطى؟ انت مش هو انا فضلت خايب؟ ما ايه ده؟ تركزش ما تركزش يا ابني في الحاجات اللي انا الله. يا رب. اوه. استنى، ايه ده؟ دي بدا. سلام عليكم. وازيك وازاي معيزك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه تعالى. الهبل ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله. ايه لا، ما ده؟ تركزش هنا. ما تركزش هنا. لا، ما تعالى. تغزيش العين، ما تغزيش العين. ما تغزيش العين. امم دي زباله. لو ده الوسط عبده. ارتيسا حاطط لي الولا تمبر باك شمال، هو بقى راح حاطط لك الولا انتوني بحبك يا جوردن. اسطى عبده. معلش يا اخوي، بس والنبي اقفل الباب وخلي الجدع اللي قاعد معاك ده يوطي صوته شويه. قول له اللوسته مش اشتغل ونور اللمبه الحمراء بعد اذنك. بحبك يا اسطى عبده. يا عم انا كمان بحبه. لا مؤاخذة يا أسطى عبده، لا مؤاخذة. بسم الله ما شاء الله. وجبت البتاعه بتاعت السينما دي ولا اسمها ايه دي لا بس الحمد لله المايك لسه بتاعي. ده المايك بتاعي ده، ما تهزرش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. اتعمل ازاي البتاع ده؟ اتعمل. اتفضل. والله. اتفضل اقعد هنا. تعال. احكي الحدوتة. انا اللي احكيها ازاي دي؟ يا عم استهدى بالله. طب بقول لك ايه يا اسطى، هو في ايه في الدور اللي فوق؟
عم غريب. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ماشي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قصة مش هنسمعها. انا يحيى عزام او يايا، ودي حاجة وانت عارفها. اسمح لي اقول لك تاني وتالت ورابع وعاشر: ازيك وازاي معيزك وازاي البلح اللي في ايدك او القهوة اللي في ايدك، او ازيك وازاي حبايبك، تطمني عليك وعلى نسايبك، او ايا كان. ايه احلى فيديو في قصة مش مهم تسمعها انت شفته؟ 40 قصة تقريبا، ويعني حكيت لك فيها كل حاجة. بدأت معايا من وانا عيل صغير، من وانا في ابتدائي. الخناقة اللي حصلت في المدرسة، الخناقة اللي انت خدتها على انها فصل العبيد، اللي بقت بعدين رواية، اي نعم مش شبهها قوي بس نفس الفكرة. دخلت معايا لما بقيت مقاتل، وخدت حدوتة من الحاجات اللي حصلت مع خوليو واعتبرتها حصلت معايا، وحاجات تانية حصلت معايا واعتبرتها برضو حصلت معايا وبالغت فيها وحكيتها. ولما اتضربت في الكاراتيه واخويا مسك البت ام حزام ازرق بلعها اسنانها بعد ما انا ضربت اختها الصغيره اللي بالحزام البني. ولما حكيت لك قصه السوبر ماركت واسامه الضراوي، واضح ان انا بحب اسم اسامه لان انا بستخدمه كتير جدا. وشله الجامعه، فاطمه ومش عارف مين كان اسمهم ايه مش فاكر، بس كان فيهم خناقات كتير. وزي ما خوليو بيقول، وخدتك معايا وانا رايح اسوان ووريتك كل حاجة حصلت هناك، معرض الكتب والفلوس اللي اتسرقت مني، ولما اتدينت وبعت الجزم وبعت كل حاجة عندي، واشتغلت في سوبر ماركت بالدين، واتشقلبت واتداس على وشي، وانت عشت معايا كل ده واحدة واحدة. حكيت لك حب الطفولة وحكيت لك مش حب الطفولة. شفت يحيى عزام نسي انه بيصور، وشفت الرجالة من زايد والستات من التجمع او العكس، او الخناقه الازليه بين الرجاله والستات. وحكيت لك ودان الاغنياء، وقلت لك هحكي لك ودان الفقراء لما ابقى غني واتكلم عن الفقراء. وحكيت لك على معرض الكتب اللي اتسرق، ورحت لعم صلاح وقلت له دي الروايه بتاعتي يا عم صلاح و فانا فاهم وعارف كويس قوي انت حاسس بايه لما الاقي الكومنت ده بيتقال لي. ولما الكومنت ده يتقال لي من 2 من 3 من 10 حاجه، لكن لما يتقال لي من 2 و3 و10، والحج والحجه واخويا واختي 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 واختي، وايوه احنا سبب زياده السكان في مصر. انا عندي 7 اخوات، 5 بنات و2 رجاله. اخويا اكبر مني، ومحمد لسه كتكوت صغنن خالص في ابتدائي. طيب ايه بقى الدخله اللي انا داخلها لك دي؟ واحده واحده، لان انا هطول النهارده والتول قوي قوي. وعلى راي الاسطى عبده، دي من الحاجات القليله اللي الطول فيها بيفرق. فانت بتسالني يا عم يحيى، هي الحواديت بتاعت زمان راحت فين؟ روح قصة مش مهم تسمعها بتاعت زمان راحت فين؟ قصة ابن النادي اللي انا شفتك بتعيط في الكومنتات. انا شفتك بتعيط وانت بتكتب الكومنت بعد ما اتأثرت وافتكرت اللي حصل لك. قصة حب الطفولة اللي لاقيك باعت لي فيها تقول لي انا كذا وكذا وانا القصة دي اثرت فيا. قصة الانسحاب، قصة كوم الزبالة، فيديو كذا وفيديو كذا. فاحنا بقالنا مع بعض مش سنة ولا 2 ولا 3 ولا 5.5 زي ما اليوتيوب بيقول، لكن انت تقريبا معايا بقالك 25 سنة من حياتي. حكيت لك فيها تقريبا كل اللي حصل. في حاجات اتصرفت فيها ومشيت الدنيا، وحاجات تانية ما عرفتش وما كانتش حلوة. زي ايه؟ زي قصص كتير بس انت اللي ما بتاخدش بالك، وانا كمان ما باخدش بالي. انا النهاردة جاي اقول لك ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل بالظبط خلال 5 سنين ونص؟ في حاجات منها انت ممكن تكون عارفها، في حاجات تانية مستحيل تكون عارفها، يستحيل بأي حال من الأحوال. فأنا جاي النهاردة ألبسك نضارتي، وعلى رأي خوليو أعمل إيه بالظبط كده؟ أخليك تشوف الدنيا من الزاوية بتاعتنا. بادئ ذي بدء يوم 24 يناير 2019. كنت حكيت لك وقتها قاعد بصباعي لو انت فاكر في قمة الفشل واليأس والزعل والدنيا مش تمام. نزلت قابلت صديق عمري حسام عاطف، واتفقت معاه الاتفاق اياه، واتكلمنا على الكلام ده في فيديو اللي هو صاحبك الحقيقي او الانسحاب او الكلام ده كله. ننط شوية لقدام، أول فيديو ينزل على الإطلاق كان على قناة الجيمنج في الأساس لأنها ما كانتش قناة جيمنج. ساعتها كنت عملت إيه؟ كنت قعدت صورت ريزيدنت ايفل 2 الريميك، صورته كله وقعدت انزل فيه تاتا تاتا، وبدات انزل الحلقات تاتا تاتا وجدولها من اول شهر 3. تصدق لايقه؟ طيب شوف يا اخي، اهو 5 سنين وبرضه مش عارف اتخلص من مشكله المايك اللي مش عارف يظبط نفسه ده. المهم، يعدي شهر 3 يعدي شهر 4، نبدا الفيديوهات بتاعت شخص
كل يوم في رمضان. ولو انا عايزك تتخيل معايا وقتها وضعي كان عامل ازاي. شاب عندي ساعتها داخل في ال 25 سنه، مواليد 1 9 94، واحنا كنا في تقريبا شهر 5 2019، فانا داخل خلاص على ال 25 سنه. ما عملتش اي حاجه خالص. حياتي بلا ملامح، مش شايف اي حاجه كويسه قدامي، لا املك اي شيء الا طموح، بعض الافكار، بعض المشاريع اللي الواحد بيقولها للبفه واحنا قاعدين على القهوه وهكذا. حتى فلوس القهوه ما كنتش بعرف اخدها عشان انزل، و 25 سنه وباخد مصروف. انا لو ابني كده انا هعلقه، انا هبقى مش طايقه وهبقى عايز اكسره. بس الكلام ده هبقى احكي لك عليه بعدين في القصه اللي هتنزل كمان اسبوعين. بتتكلم عن ايه؟ عن ابويا حبيبي حاج سعيد. طيب نرجع تاني واحدة واحدة. كانت مرحلة في حياتي طبعا ممكن أكون مش مبسوط منها، لكن وقتها هي كانت ضرورية وكانت صادقة جدا. طالما كنت صادق فيها فأنا مش هكون زعلان قوي يعني. طبعا أنت متضايق عشان الأثر اللي أنت سبته، لكن أنت كنت بتعمل حاجة أنت مصدقها. عظيم. ساعتها أنا كنت قاعد في أوضة قد إيه. انا اول ما رحت اسوان، خليني بقى عارف انت عارف انت ابوك وامك اول ما تسيب البيت بس اسبوعين رايح بعثه الى المانيا، ده يا رب يعني يجي لك يا عم بعثه الى المنيا. خلاص رحت بعثه الى المنيا، فرجعت لقيتهم شالوا اوضتك وفتحوها على الصاله وعملوها انتريه. فتحوها انتريه، واخد بالك؟ عادي جدا. ده اللي حصل معايا لما رحت اسوان. لما رحت اسوان في 2012، رجعت في 2016 في شهر 2 بالظبط يوم 6 فبراير يعني. رجعت يوم 6 فبراير بسم الله. ليه فاكر اليوم؟ لان اليوم ده كان عندنا عرض مسرح اللي حكيت لك عليه، قصه فرقه المسرح، الخناقه اللي حصلت و ارجع شوفها لو انت ما شفتهاش. مش بقول لك انت عايش معايا بقالك كتير قوي. طيب ايه بقى اللي يحصل؟ شالوا اوضتي، فخلاص يا يحيى مش مشكله مشي نفسك هنا. فقعدت بايه؟ قعدت بكنبه. لما جيت بقى ابدا يوتيوب جبت بقى ترابيزه بقى وبتاع وسيت اب جيمنج والكلام ده كله. فهو يا اما السرير هيكون موجود يا اما كنبه. فهم شالوا السرير، قلت لهم يا جماعه انا مش هعرف احط السرير هنا. فخدوا السرير وحطيت كنبه وجبت ستاندين ما يعلم بيهم الا ربنا، وعلقت عليهم الكرومه الخضراء. الاول كانت كرومه سودا لو انت بطل وهتفتكر يعني. كنت لابس في ودني سماعات شبه كاوتش الجرارات. حاجه كده يعني. وتمام. اديتها لك يا خالد، فاكرها. ايوه ايوه حصل. واديت لك التانية الدي اس برضو، الام اس اي. لا انا بتكلم على بتاعت الجرارات، كان لونها برتقاني. يبقى انا ما اديتلكش دي. لا انا بتكلم على حاجه اسوأ من بتاعت الام اس اي. المهم فانا قاعد بنام على كنبه فارش عليها ملايه، بنام على مخده سيئه جدا. انا اللي اخترت ده، انا مش بلوم حد على ده، بس انا اخترت ده علشان خاطر اعرف اعمل المحتوى الاولاني. ويعني ناس كتير قوي بدأت بما هو أسوأ من ده. على الأقل أنا لقيت حد يديني فرصة ويساعدني زي حسام صديقي. طيب ما كانش عندي دولاب ليه؟ لأن أنا من ساعة برضو ما رحت أسوان، ودي من ضمن الحاجات الوحشة جدا اللي تغلغلت جوه شخصيتي ويا دوب بدأت أتخلص منها دلوقتي. فكرة إن أنا يكون عندي دولاب. انا كانت هدومي كلها بتتحط فين؟ عارف انت الدولاب اللي هو بطنه مفتوحه ده؟ عارف الفرخه المحشيه؟ بجد والله فاهم. عارف السمكه البوري اللي بتبقى مفتوحه كده وطالع منها بقى توم وبصل و... وفلفل اخضر وحاجات كده؟ هو ده كان الدولاب. هو عباره عن ضرفه طالع منها الكلام ده كله. ليه؟ لان مساحه الاوضه صغيره جدا، مش هتستحمل دولاب عليه القيمه. فهو ده. طب انا مع الوقت ما بقتش احط فيه الهدوم، لان الهدوم لما بتتحط جوه باخد وقت على ما ادور عليها. فانا باخد بقى الهدوم دي ارميها فين؟ الله ينور عليك، على نفس الكنبه. ولما اجي انام بشد اي حاجه طويله منها اتغطى بيها، او برمي الباقي على الكرسي واكمل. زبال من الاخر يعني. يعني اي ما اعرفش، اكيد مش كل الشباب اللي عندهم 25 سنه كده. خوليا هو عنده 20 سنه ولا 21 سنه، شاب زي الورد. اكيد طبعا بيعمل كل حاجه يعني. اكيد بتروق اوضتك يا خالد صح؟ اكيد بتروق اوضتك انا بشوف اوضتي ساعه في اليوم. صح؟ ما عندكش وقت. انت بتعمل كل حاجه صح في حياتك يا خالد، الا انك تقفل باب الحمام وراك. بجد. لا هو انا خارج. بس ايوه لا صح. هو خالد دايما بيحب يخش الحمام ويسيب الباب مفتوح. تصدق في حلو. المهم لا انت لحقت تتعب. ده انا لسه بحكي لك اول فقره من الحدوته اللي انا لسه مش عارف هنسميها ايه. انت عارف دي هيبقى اسمها ايه يا خالد؟ هيبقى اسمها قصه مش مهم تسمعها. قصه مش مهم تسمعها. المهم طيب،
فانا مستحمل ده ليه؟ قشطه تمام، هنوقف بقى دراسه يا عم يحيى. وانا اصلا كنت كريدت، يعني هندسه المطريه، بس القسم اللي بيدفع فيه فلوس. فكتر خير الحاج ان هو شايل قرفي لحد 25 سنه، بسقط كتير جدا. دفعتي بقوا لواءات، اللي اصغر مني حرفيا بقوا معيدين. فالدنيا مش كويسه. كنت المفروض اتخرج في 2017، بقينا 2019 وما اتخرجتش. دخلنا في 2020، خلاص بدأت الدنيا تحلو معاك يا عم يحيى، بدأ يجي لك شوية فلوس، بدأت تتبسط. أول حاجة هتعملها إيه؟ بالظبط، هتمنجه نفسك، هتدلع نفسك. رحت ناقل مساكن الشباب اللي في حدائق الأهرام أو اللي ورا حدائق الأهرام. قعدت في عمارة رقم كام مش فاكر، كان الدور الثالث تقريبا، وطلعت فوق. وقعدت فيها سنة. من أول إمتى؟ من أول 11 تقريبا، بنتكلم ليه شهر 11 أو 12 السنة اللي بعديها. ودي كانت السنة اللي الواحد فيها بقى قاعد مع نفسه. هي دي السنة اللي خلت الواحد يقعد يتساءل، هو أنا فعلا عايز أفضل أتريق على الناس؟ دمها خفيف التريقة على الناس بصراحة يا جماعة، خصوصا لو أنت واحد ياما الناس اتريقت عليك. يعني أنا أفتكر مثلا وأنا صغير، ودي هحكيها في قصة الضرب في المدارس أمر من السحر. إن كان في مدرس كان عندنا كان بيستمتع بإذلال الطلبة. يعني مش عايز أحكي المواقف دي بالتفصيل، بس يعني هحكيها بعدين. كان اسمه مستر إبراهيم، وكان في مدرسة الرضوى اللي هي دلوقتي بقى اسمها الأورمان في طريق كرداس. كان مدرس ربنا يسامحه يعني. مدرس تاني كان اسمه احمد سعيد، برضه كان نفس الكلام. مش احمد سعيد اخويا طبعا، لكن مدرس اسمه احمد سعيد، كان مدرس العربي في بيبي بلس اللي انا قعدت فيها من 5 ابتدائي لثالثه اعدادي. اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده! نقلت، ظبطت الشقه، صرفت فيها كل فلوسي، شطبتها بالكامل، وعملت كل حاجه ممكن تتخيلها. وبقيت قاعد بطلع لايفات في منصه. كنت بضحك على نفسي واقول ان انا بطلع العب عادي، بس كنت بكذب على نفسي. كنت كذاب يعني. كنت بعمل حاجه انا مش مصدقها، عشان نكون متفقين. لما كنت بتريق على الناس في الاول كنت مصدق ده، كنت بحب ده. كان جوايا مشاعر ما معينه مخليني اطلع انا عايز اشتم الناس دي، انا عايز اوجه الغضب اللي جوايا على الناس دي. لكن بعد كده انا طالع بلعب بس في منصه، وانت قاعد بتتفرج عليا هتدوس مرتين على الشاشه، هتقلب لفوق هتلاقي تحت واحده تقول لك هلا يا ابو عبد الله وحاجات غريبه كده. ما تهزرش معايا، مش عايزين نقول اسم المنصه يعني، صح؟ ودي كانت اول مسمار ما بيني وما بين نفسي، اول مسمار في الثقه اللي ما بيني وما بين نفسي. هو انا نقلت شقه جديده علشان اطور المحتوى؟ بالعكس، انا اول ما نقلت شقه جديده قللت عدد الفيديوهات. لما تيجي تبص تشوف الفيديوهات اللي انا عملتها في 2019 اقل بكتير من الفيديوهات اللي عملتها في 2020. اي نعم، 2020 طلعت فيها بتاني اهم حاجه عملتها في حياتي اللي هي اللوست عبده، بس لا برضه. اللوست عبده ده جه من محض او جه من اعماق يعني فاهم، الزهق والقرف، كنوع من انواع مشاعر تانية. مشاعر تانية جواك ليها علاقة بجنون عظمة، بحاجة لا تتقبل النقد. شايف ان انت، انا اللي كنت عمال اتريق على الناس كلها مش قادر افتح فيديو واتريق على حد تاني. هو ايه اللي حصل طيب؟ إيه اللي جاب النقلة دي من ان انا بطلع بجيب اشهر ناس على السوشيال ميديا وبهين؟ وما تقوليش ان انا كنت بنتقد المحتوى، لا انا ما كنتش بنتقد محتوى يا جماعة، لا يا اسطى، انا ما كنتش بنتقد محتوى خالص. محتوى انا كنت بتريق على كل حاجة. اي نعم، الفيديوهات دي انا ما زلت سايبها، خليتها للمنتسبين بس الفكرة ان انا مش عايزها تتشاف. بس في نفس الوقت في حاجات دمها خفيف، وفي حاجات كرنج جدا، بس في حاجات كويسة، وفيها ناس تستحق ان الواحد يتريق عليها طبعا. ما كانش اغلبهم يعني، ما كانش كلهم قصدي، بس تمام. تعال نكمل تاني. فانا قاعد، انت قاعد سنة كاملة لوحدك في كورونا، في الدنيا مقفولة، لوحدك تماما. قدامك كل بقى الملذات والحاجات اللي حكيتها لك في فيديوكم الزبالة، اللي هو ايس كريم المانجا اما خد لي لحسة، مش عارف ايه عصير القصب اما خد لي مصة، مش عارف ايه شاي بلبن اما خد لي رضعة، وهكذا. وتمام، والدنيا ماشية معاك وكل حاجة كويسة، وبدأت تتقرص وتتلطش. تعرفت على ناس جميلة، تعرفت على ناس زبالة، وعرفت مين. تمام يعني، عرفت ناس كويسة جدا وقفت معاك بعدين في حاجات، وعرفت ناس شماتة قذرة وعلاقتك بيهم ما كملتش على طول وخلاص. تمام. عند نقطة معينة بعد سنة، وبعد ما صرفت وقتها بفلوس 2019، بفلوس 2019، بالدولار ابو 17 جنيه ونص ولا ابو 16 جنيه ونص ولا 15 جنيه ونص، مش فاكر كان بكام وقتها. بالفلوس بتاعت وقتها انت شطبت شقة كاملة واسست فيها سباكة ونجارة وكل حاجة عشان تقعد فيها سنة واحدة بس. ضيعت على نفسك فرصة ان انت تتخرج في السنة بتاعت الكورونا. ليه؟ لان انت جبان،
لان انت مش واضح، لان انت مش عارف انت عايز ايه، لان انت اتشهرت فجأة، انت اتعرفت فجأة. يعني كل القصص والحواديت اللي انت كنت عاملها ايام زمان، والحاجات اللي انت كنت عايز تعملها والطموحات والافكار دي كلها ما كانتش حقيقيه. انت قعدت بقى تتكلم مع نفسك، دي كلها ما كانتش قصص حقيقيه. انت قاعد، انا طلعت بقى بهجص على نفسي. انا عايز اتشهر ليه؟ انا اتشهرت اهو خلاص، في غفله من الزمن وفي تريقه على الناس، اتشهرت، بقيت تعمل طلعات على الناس ماشي، كلام جميل. طب بعدين هتفضل تتريق؟ طب ما ده محتوى سلبي، لازم الناس تعمل حاجة عشان انت تعمل، لازم تبقى رد فعل. عشان لما طلعت قلت لك هتبنج هبونج، لازم تبقى رد فعل. ما ينفعش تعمل محتوى انت اللي مكريته، انت اللي مخترعه. لحد ما جه احمد خالد امام. مين احمد خالد امام؟ حد في لايف من اللايفات قال لي انت ما تيجي تحكي حاجة، اعمل سلسلة اسمها قصة مش مهم تسمعها، ولازم اشكرك هنا يا احمد يا خالد يا امام. وبدأت بلايف في يوم عيد ميلادي يوم 1/9. لما كنت بقى مربي شعري كنت شبه فاهم صديقك الداعر وصديقك البتول، أو صديقك الداعر صديقك البتول. فبعد سنة انت رحت راجع تاني، تقعد مع اهلك تاني. بس انت لما رجعت لقيت ان بجد اوضتك اتفورت. خلاص بقى، ما هم بالنسبه لهم الواد بقى معاه فلوس خلاص، بقى كويس، فخلاص احنا مطمنين عليه. عايز احكي لك على حاجه برضو. رمضان بتاع 2020 انا ما فطرتش ولا يوم تقريبا مع اهلي. وعدد الايام، خد بالك، ما دي كانت بدايه الزحليقه بقى، انا افتكرت دي. عدد الايام اللي انا صحيت فيها على المغرب كانت قليله جدا. انا علشان كنت افطر المغرب كان لازم اوصل اليوم كله ببعضه وانام بعد المغرب علشان اصحى مثلا 2 العصر ولا حاجه. حلوه 2 العصر دي. ده التوقيت ده التوقيت الخريفي ده. والله. دخل يعني، قوم يا ابني نزل التوقيت الشتوي من الدولاب. واخد بالك؟ طيب، تقريبا ولا يوم فطرت فيه مع اهلي، وقعدت السنه كامله. اه، انا طول عمري كنت لوحدي، بس ده كان باختياري. ساعات برضو ايه، الرجاله تحب تقعد لوحدها، تقعد مع نفسها. وعارف انت بقى اللي هو ايه، على رأي عبد الرحمن محمد، لا لا انا مش عايز اقعد لوحدي علشان افكاري لما بسيبني لدماغي، لا خالص. يعني تحيه لعبد الرحمن محمد، كان قال الموضوع ده بإفيه يعني. لا مش فكره كده برضه، بس انت عايز تقعد لوحدك عشان تعرف انت عايز ايه من الدنيا يعني. انت عايز ايه من نفسك، تعرف انت صادق مع نفسك ولا انت كذاب. انت ضميرك لسه صاحي ولا هو خلاص خد بالجزمه وبدأ بقى يعني ايه، فاهم؟ يعني حطيت له ايه حبيتين كده في كوبايه الشاي باللبن، فاهم؟ خد الرضعه بتاعته واتكل على الله مثلا. لا، فانت قعدت مع نفسك، عرفت انت عايز ايه من الدنيا، وقلت خلاص نرجع يا عم تاني نعمل الحاجه اللي بتخلينا بنعملها واحنا مستريحين، حتى لو الحاجه دي وحشه، حتى لو الحاجه دي وحشه، حتى ما حدش يتفرج عليها. نفس الكلام، ارجع يا عم اقعد مع ابوك وامك. طبعا رحت زي ما بقول لك، لقيت الاوضه اتفورت. كل سنه وانت طيب بقى، يعني حتى السرير مفيش. طيب هتعمل ايه؟ هتقعد فين؟ طيب احنا عندنا بيت اللي احنا قاعدين فيه في الهرم، فانا رحت واخد الدور الاول، خدت فيه اوضه، بقيت المكان متبهدل خالص، بس خدت فيه اوضه دهنتها كلها اسود، حطيت لمبه حمراء، حطيت لمبه زرقاء، وانا مش محتاج اشرح لك، انت اكيد فاكر شكل الاستوديو كان عامل ازاي. وبدانا نطلع في لايفات على الفيسبوك، ولعبنا هناك اوت لاست، ولعبنا بابجي، وعملنا حاجات كتير، وكملنا قصه مش مهم تسمعها بعد ما كنا حكينا قصتين ثلاثه، ولقينا انها عجبت الناس، واتكلمنا على الاغنياء قبلها، وبعد كده اتكلمنا على حاجة في التانية في التالتة في الرابعة، وانت رجعت تاني قعدت مع اهلك، بقيت بتتغدى معاهم، الدنيا بقت تمام. نزلت اشتريت كاميرا جديدة وبدأت اتصور، عملت الفيديو الجميل بتاع عزيزة، وعملت انا وعصمت، عملت كام قصة مش مهم تسمعها كويسة، عملت ستريك 17 فيديو متتالي، ودي كانت اكتر سلسلة ايام انزل فيها فيديوهات. كنت ساعتها انا بإيديت لنفسي، وكان الايديت بتاعي كلابي قوي، وكانت الدنيا حلوه وكنت مبسوط لحد ما جالك دور الكورونا ورقدك، بس انت كنت مبسوط. كانت الدنيا هاديه، وكانت الدنيا لطيفه، كنت مستريح عشان ما كنتش تعرف خوليو طبعا لحد دلوقتي. تمام. بس خد بالك، انت ناسي ان انت لسه ما اتخرجتش، وناسي ان انت دخلت في ال27 سنه وبدات تمشي في ال28، ومن هناك هتاخد ميكروباص بقى يوديك فاهم اي حته بقى الناحيه التانيه من مصر يعني. فانت فين دلوقتي يا معلم؟ طيب، خلصت 2021، دخلت في 2022، والدنيا ماشية معاك كويس، وقصة مش مهم تسمعها بتستوي، وبتنزل بأول رواية ليك، والدنيا حلوة،
وتشوف في عين ابوك لاول مره في التاريخ نظرات الفخر يعني اللي انت كنت بتتشقلب علشان تشوفها وتمشي معاك. والحمد لله. بس هتيجي عند نقطه معينه برضه وهترجع تفكر زي الاول، انا عايز انقل لمكان تاني. و2022 دي هي اكتر سنه في حياتي حصلت فيها احداث. خوليو كان شاهد معايا على اغلبها، بس حاجات كتير قوي يعني، زحمه كتير ومشاكل شخصيه ومشاكل عائليه وحاجات كتير والغريب يعني ان في فتره من الفترات يعني كانت اجمل القصص اللي عجبتك واللي علقت مع الناس كلها كانت اتصورت في الفتره دي، سواء دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا كل ده. الفتره انا كنت حالق فيها شعري دي، فاكرها؟ انا كنت شبه الرابرز دول كنت شبه البروديوسرز دول، بعد احبنت عيونك ماشي. وانا قلت تكبر بقى الاستوديو، الاسطى عبده يسيب الورشه القديمه ويروح المكان التاني. الاستوديو ده اللي انا قعدت فيه سنتين، وهو ده اكتر مكان انا وانت متعلقين بيه. سواء كانت ورشه الاسطى عبده الاولانيه خالص، هي كانت اوضه 4 متر في 3.5 مثلا ولا حاجه، كان فيها بين باك سودا بنام عليها، لمبتين محطوطين في السقف، تكييف بايظ كل يومين 3 محتاج اغير له فريون، بيدخل هوا سخن في اليوم الثالث وبعد كده بيطلع ريحه فسا. ابو ياسين وهو جايب لي الماسوره ال4 متر وانا بعلقها علشان احط عليها الكروما، وبعد كده اطلع كل شويه ارول الكروما ومكتوب وراها كلمه كوم الزباله اللي على الحيطه، والبين باج السوداء اللي كنت بنام عليها، واحط جنبيها البين باج الرمادي عشان اسند عليها رجلي عشان رجلي كانت بتنمل. هي دي كانت حياتي لفتره كبيره لمده سنتين. كنت مبسوط عشان كنت قاعد مع اهلي باكل اكل كويس. بعد كده خوليو بقى هو اللي يصور معايا، ظبط لي الاضاءه، شتان الفرق ما بين الدنيا قبل وبعد خوليو. انت مبسوط بس انت حاسس ان لا، لسه فيه فكره ان انت تتعود على ان مكانك ان انت تنام على كنبه او ان انت تنام على بين باج على الارض لمده سنتين. قيمتك قدام نفسك اكيد هتبدا تقل. لا انا محتاجين بقى نحس ان احنا بني ادمين بقى ولا ايه؟ محتاجين ندلع نفسنا شويه، محتاجين نهشتك النونه يعني، صح؟ تمام. زي ما بقول لك، اوضه علشان الاوضه دي يوصل لها نت، فالراوتر الهوم 4G بتاع اورنج حطه في شقه اخويا اللي في الدور الخامس، ومشي كابل نت كات 6 باين ولا حاجه اللي هو الازرق ده، جايبه من محل في زغلول. الكابل ده جايب كابل 100 متر نازل بيه من المنور، طبعا الفرنكه له 6 مرات مثلا ولا حاجه، نازل بيه من المنور بعد كده مدخله هنا وماشي بيه بعرض الشقه اللي محدش قاعد فيها بس هي متبهدله وحالتها بالبلا، وانا واخد فيها اوضه واحده بس اللي عاملها كلها اسود، وهي كل حاجه بعملها هناك، وداخل بيها وخارم خرم شايل الازاز بتاع الباب لان الباب اصلا كان متبهدل، والازاز اصلا كان يعني حالته بالبلا، شيلته عشان ما تعورش ومعدي السلك منه وموصله في الكمبيوتر. طيب لما كان الراوتر بيسخن عشان في الدور الخامس عشان قريبه من الشمس وعشان ده المكان الوحيد اللي فيه شبكه، يعني ان الشقه دي كانت او الاوضه دي تحديدا كانت تعتبر قبو، ما حدش بيسمعني فيها ولا بسمع حد فيها ولا وصل لها شبكه ولا اي حاجه ممكن تتخيلها، مكان ما بنام، مكان ما باكل، مكان ما بعمل، مكان ما بشتغل، مكان ما بصور. حتى السكتش اللي عملناه في الاعلان اللي كنا عاملينه لكانون، اللي خدنا عليه كاميرا كانون، كان نفس الكلام. شايف انت المكان اللي انا قاعد فيه كان عامل ازاي؟ كم مره مثلا الناس اللي هتفتكر اللايفات بتاعت هيروز لما كان النت بيفصل، الشبكه وحشه، فقوم جاي مرستر الراوتر ازاي؟ اطلع لحد الدور الخامس على رجلي وبعد كده انزل تاني، ما اطلع وانزل على رجلي يعني ايه اللي فيها يعني، اطلع على الخامس، اخد المفتاح من امي عشان اخويا ما كانش بيبقى موجود، افتح الباب مفيش حد اصلا في الشقه، اقوم جاي فاتح الباب، ارستر الراوتر، انزل تاني. كل ده في اللايف جميل. ما هو لو مش عاجبك يا يحيى، ثواني بس، انت جاي بتشتكي ليه؟ هو مش عاجبك؟ ما تنزل يا عم تشتغل مهندس يا عم. الله. لا انا ما قلتش انه مش عاجبني، بالعكس انا كنت ببقى مبسوط جدا. انا كنت ببقى مقريف وتعبان وحالتي بالبلا وجالي الغضروف من كتر ما انا سنتين بنام على بين باج، وقبلها سنه كامله بنام على كنبه. عارف انت كنب المصايف ده اللي هو الخشب الزان اللي بيتفتح يقلب سرير وبتاع ومحطوط عليه شلتتين كبار، لسه موجوده جوه هنا. بدات تحس بقى ان انت، لا انت تقدر دلوقتي يا يحيى تنقل، تقدر تخلي الاسطى عبده ليه ورشه حلوه كبيره مصروف عليها متروقه متظبطه كل حاجه تمام. حاضر، نيجي كاس العالم تنقل وتبدا الاستوديو الجديد امتى؟ وانت بتنقل بالظبط في نص 11 2022 تبدا مرحله جديده خالص. ومن اللحظه دي
الكونسبت بتاعنا او فكرتنا في قصه مش مهم تسمعها كانت توقفت. فانت وقفت قصه مش مهم تسمعها لان انت بدات تحس ان هو انا عندي ايه تاني اقوله؟ ايه القصص التانية اللي حصلت في حياتي ممكن احكيها؟ حكينا ابن الشركه، جربنا حدوته ملتوته، جربنا اللي هي فكره ان المسابقه اللي جايزتها 100,000 جنيه، عملنا جزء اول وما كملتش منها جزء تاني. خلقك بقى ضيق، تروح معرض الكتاب 2023 بمركب عم جابر، تحس من جواك انك مش مستريح، انت فيك حاجه يلا، مالك يلا، فيك حاجه. ايه اللي مزعلك؟ انت مش نقلت مكان اكبر ونقلت مكان افضل ورجعت تنام تاني نومه كويسه والدنيا معاك تمام. طب مالك في ايه؟ طب انت ليه نقلت اصلا قبل ما تكون قادر انك تستوعب النقله دي؟ انت نقلت وانت مش معاك عربيه، وقعدت سنه ونص، سنه كامله تقريبا، قعدت سنه كامله قاعد في المقطم، وبتروح اخر كل اسبوع معاك شنطه مليانه هدوم عشان تغسلها في البيت لان انت ما جبتش غساله، وقاعد ما بتعملش حاجه غير انك بتاكل دجاج بندق. فانت هنا بدات تتبطرخ. طب انت سبت البيت ليه وقعدت لوحدك؟ فانت هنا بتكتشف لما هتقعد مع نفسك وتقرص نفسك كده، انت سبت البيت لنفس السبب اللي خلاك تسيبه في 2019. هو كده محدش هيقولك اقعد في البيت ومحدش هيقولك ما امشي، بس فكره ان انت عايز تبقى لوحدك. تمام. طب هل انت لما رحت بقيت قاعد لوحدك؟ لا، ما انت جبت حد من الشباب يقعد معاك اصلا. ابو حماده نفسه انا اتعرفت عليه وقتها وجه قعد معايا شهر، جبنا كان في سرير دورين، وحديده نفس الكلام، وكان باين في اللايفات ان هو قاعد معايا. طب انت نقلت ليه؟ في حاجه. فانت بتقعد مع نفسك تاني وتسال نفسك تاني، انت عايز ايه يا ابن الحلال من الدنيا دي؟ انت عايز ايه من نفسك؟ انت عايز ايه من الناس؟ والناس عايزه منك ايه؟ فتعدي انت بقى ب 2023 معرض الكتاب، الزحمه اللي بتحصل في معرض الكتاب، الخناقات اللي بتحصل، الامن اللي بيضيق على الناس اللي بتتخانق مع بعض، الزحمه دي والدوشه دي، الدور البرد اللي بيجي لك، اللي هو دور بيجي لي نزله شعبيه يا جماعه كل معرض كتاب بترقدني، فاروح بعد كده بالكمامه، فالدنيا متبهدله وتعدي 2023 واللص عبده يتألق ويلعلع وينبسط ويتدلع وكل حاجه تمام، وكل ده وانت شغال اصلا باقل حاجه، باقل مجهود. عندك كاميرتين كانون M50، واحده خدتها في اعلان والتانية انت كنت اشتريتها في 2021. بس الاساس بتاعك اللي عملك اصلا هو مش الرياكت والشخص ها كل يوم في رمضان. اللي عملك اصلا هو قصه مش مهم تسمعها. الخط اللي ما بيني وما بينك ده هو ده اللي عملني اصلا. احساس ان انا وانت، ان انا قاعد معاك في الصاله، ان انا وانت ممكن ننزل نقعد على القهوه في اي وقت. الخط ده هو الخط ده اللي عملني اصلا، هو الخط ده اللي خلى في حاجه اسمها قصه مش مهم تسمعها، اللي خلى كلمه قصه اول حاجه بتيجي في السيرش هي قصه مش مهم تسمعها. هو ده اللي خلى فكره ان في محتوى على اليوتيوب عباره عن واحد طالع بيحكي حاجه حصلت معاه مش مهمه دي خالص اطلاقا، حاجه مش تجربه شخصيه تماما، ممكن تكون متالفه وممكن تكون حقيقيه 1,000,000%، ما تقدرش تثبت ولا تنفي اي حاجه فيها. عدي 2023، بس انت في 2023 جات لك فكره وعملت سكرو ومشيت ونجحت والحمد لله. عملت سكرو بقى وخلاص اتبسطت جدا الحمد لله، انتشرت وسمعت كلام ابن لذينه وتكسير مقاديف ما يعلم بيه الا ربنا. وهتفتكر معايا اللايف اللي انا طلعته على قناه الجيمنج ضحك كلها من غير جد وحب، لما واحد كتب كومنت صعب قوي، كومنت مهين جدا، ورديت عليه انا في اللايف ساعتها وقلت له تعالى بعد سنه وقول لي نفس الكلمه دي. وهو بعد سنه دلوقتي هو مش فاكر اصلا اكيد، بس انا فاكرها وبفتكرها لما باجي اعدي على اي قهوه والاقي ناس قاعده بتلعب سكرو، لما باجي اعدي على اي كافيه ايا كان، ادخل اي جامعه في اي ايفنت الاقي ناس قاعده بتلعب سكرو، لما اعرف ان سكرو بقى يتعمل عليها بطولات انا ما اعرفش عنها حاجه، ولما الاقي مثلا في مره وانا داخل اجيب قهوه من مكان الاقي فيه ترابيزه عليها 3 4 بنات بيلعبوا سكرو ولا حد فيهم يعرفني اصلا ولا يعرف انا مين. ومره في موقف حصل كان اسبريسو لاب اللي قدام جامعه النيل، داخل اجيب والله دي كانت رائعه، داخل اجيب برطوشه، عارف انت برطوشه القهوه اللي هي بتبقى كده كل دبرودي بتقعد معاك يوم كامل يعني، فانت داخل تجيب برطوشه القهوه، فشايف بنتين 3 قاعدين بيلعبوا سكرو، فانت بتبص مركز قوي اللي هو ايه يا جماعه، ايه يا بنات انتوا مش عارفين ايه يا جماعه، انتوا شايفيني ولا ايه، انا صاحب اللعب. المهم ان البنت شويه كانت هتقوم تديني يعني فاهم والله العظيم بكلمك جد اللي هو ايه يا اسطى مالك فين، انت بتبص لي كده انت متخلف عقليا، انت مجنون يالا ولا ايه، انت مجنون يالا ولا انت بتبص لي كده يالا. طبعا انا لما اشوف موقف زي ده، ما انا طبعا هفتكر قبلها بسنه
وافتكر كم مره انا كنت قاعد سهران بجرب اللعبه، انا ومهدي ومحمود رياض وعلاوي وادهم جمعه، وفي نفس الوقت وانا بجربها عندنا على قهوه اوزو، اسمها اتغير دلوقتي مش فاكر بقى ايه، انا ومحمد ولاء ومحمود حمدي ومصطفى عماد وحسام عاطف وصلاح وكل الرجاله البرتيته دي. طبعا صلاح مش محمد صلاح هو اسمه محمد صلاح برضه بس مش محمد صلاح ده يعني. سكرو اتعملت ورحت عامل الاوضه اللي انت كنت بتنام فيها، سبت لنفسي بقى تعالى بقى معايا بقى معلش، قفلتها بكرومه، ورحت مركب في السقف كشافين من بتوع الحمامات بتوع المولات دول اللي هم الكبار قوي دول، وقفلتها كرومه. وطبعا كتر خير فهمي كان معايا في فكره ازاي ننورها. وبقيت الحته اللي بنام فيها هو سرير صغير قوي، المرتبه بتاعته هي من 2019 من ساعه ما جبتها، اتبهدلت طبعا وصوصاتها باظت، وقال لك ده ضمان سنتين من ايه مش عارف ايه، بس انت عارف انت عبيط اصلا وبتشتري اي حاجه. السرير اصلا ما كانش بملل يعني، هو السرير اللي هو اللي بيبقى متنجد ده اتكسر، رحت انا حطيت ملل من فوق، فحاجه في منتهى الهبل يعني. ومفيش طبعا دولاب، بحط الهدوم كلها على الكرسي او في شنطه اللي هي الشنط الزز دي، او شنط هاند باج كتير. ده كل ده قبل سكرو، قبل ما تجيب عربيه، قبل ما تعمل اي حاجه. فهوب يلا ابدا سكرو، كلم الناس حبايبك، اعمل المحتوى، اصرف عليه كل اللي وراك واللي قدامك، وما يبقاش معاك جنيه، وترجع تاني للمراهنه اللي انت راهنت بيها، بس المراهنه حلال طبعا. المضاربه زي الفلوس اللي انت خدتها من حسام وبدات بيها اليوتيوب، هي نفس الفكره، فلوس، بس الفلوس نفسها ما كانتش موجوده، انت بدات الفكره، تروح المطبعه عند ابوك هو اللي يعملها لك والدنيا تمشي والحمد لله تمام، تبدا الدنيا تكبر، تبدا تشوف سكرو بتبقى موجوده في كل حته، عشان نروح للنقطه اللي بعديها، ان انا عايز اكبر الاستوديو. انت جالك فلوس كتير وعايز تكبر الاستوديو، عايز تجيب كاميرات جديده، عايز تعمل حاجه جديده، عايز بقى تعمل الحلم اللي كان عندك، وهو ان انت تبقى منصة كاملة. خلاص هننقل التجمع والدنيا هتحلو، ركبنا عربية وبقينا نروح المشاوير بتاعتنا بسهولة، وفرنا الأوبر ووجع الدماغ والخناقات مع السواقين والكلام ده كله، والوقوف في الشارع بالتلت ساعة والساعة إلا ربع علشان حد يقبل الريكوست بتاعك، والخناق مع بتاع وكاش ولا فيزا ومش عارف ايه، ويا باشا أنا أصلا دكتور، يا باشا أنا أصلا مهندس ودي مش شغلتي الأساسية، وأنا أصلا مش عارف ايه. بس ركبنا عربية يا عم، ركبناها من هنا، عملنا حادثه من هنا، وقلنا مش مشكله، خدت العين. وتروح بعد كده معرض الكتاب 2024 وتنزل بفصل العبيد في السكرته من غير ما حد ياخد باله، يلا هننقل التجمع، لا ده احنا هننقل اسرع من اللازم. بدل ما انا كنت عامل حسابي ان انا هنقل في نص السنه، لا ده انا بقيت مضطر افضي المكان قبل شهر 4، محتاج ضروري انقل. طب هتدور وتتسربع وتمشي، طيب طالما هننقل ما نكبر بقى الاستوديوهات. مش كنا عايزين نعمل حاجه اسمها صالون غريب لمسيو غريب الحلاق؟ مش كنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي من الناحيه دي؟ كنا احنا دخلنا خلاص بقى في 24، كنا عايزين نعمل حاجات كده، كنا عايزين نعمل عم رفاعي التربي، كنا عايزين نعمل موسم تاني من سكرو، فضل يتأجل يتأجل يتأجل. عايزين نشتغل بقى، عايزين نشغل الشغل، وفضلت موقف الشغل من امتى؟ من 7 اكتوبر لحد ما بعدها. طيب 7 اكتوبر في حد ذاتها حسستك ان الدنيا دي بنت 60 كلب، وان انت في لحظة حياتك دي ما تساويش تفة، وفي نفس الوقت تحسسك ان اي حاجة مزعلاك هي تافهة وملهاش معنى. جعان ايه يا ابني انت وهو؟ ما في، شوف الناس بيحصل لها ايه. تبدأ تتساءل تاني وتخش في نفس الدوامة اللي انت دخلتها قبل كده. انت عايز ايه من ام الدنيا؟ انت عايز ايه؟ لا مش من ام الدنيا اللي هي مصر انا نفسي اعرف ام الدنيا عايزه ايه مننا ده بقى ده بجد يعني، ام الدنيا عايزه ايه مننا؟ بس لا انا بتكلم بقى الدنيا عايزه منك ايه، وانت عايز ايه من الدنيا، انت عايز تعمل ايه، عايز توصل لفين. طيب حطينا طوبة حلوة وبدأنا وعملنا حاجة اسمها سكرو، وانا بقول عملنا دي يعني انا وانت، لان انت كنت معايا من اول نقطة لاخر نقطة، وان شاء الله هتكمل معايا. حطينا طوبة على الأقل بقى في التاريخ المصري كده، في تاريخ الثقافة بتاعتنا، إن بقى في لعبة بتتلعب زي الضمنة والشطرنج والطاولة والشايب والكومي بتتلعب على القهوة اسمها سكرو. هننقل يا عم يحيى، أنت دلوقتي معاك فلوس، هتعمل إيه؟ والمرة دي بقى خد بالك، هو ده السؤال اللي بجد. أنت كل مرة كنت بتعطل وكان بيجي لك حاجة بتسندك تدي لك فلوس تعمل بيها حاجة. أول فلوس جات لك كانت سلفة من حسام، بدأت بيها أصلا القناة، اشتريت بيها الكمبيوتر والترابيزة والسيت اب والكلام ده كله، وظبطت دنيتك والبتاع والكاميرا والكلام ده كله. تاني حاجة لما الفلوس جات لك برضو كان قعدت تحوش اللي بيجي لك والكلام ده كله، وبعد كده نقلت
شوف فاكر الفيديو اللي بتاع يحيى عزام لسه انه بيصور يقول لك بقيت تعيش ب 20% وتحوش ال 80%، هي ال 80% اللي انا قعدت احوشها دي هي دي اللي انا نقلت بيها المقط. طب انت دلوقتي جالك فلوس اكتر من قبل كده، هتعمل ايه؟ هتفتح مطعم صح؟ أو مطعم فرايد تشيكن وتسميه فستق مثلا، تروح تشتري دجاج بندق تساهم، ولا تفتح كافيه مثلا وتسميه قهوة بلدي مثلا وتعمل مش عارف ايه. واللي جه في بالي ساعتها هو اني اعمل حاجة ليا وليك، انا اتبسط وانت تتبسط. طول عمرنا بنصور بكاميرا بسيطة. طب ما تيجي نجيب حاجة نظيفة. طب اجيب الحاجة النظيفة دي ازاي؟ لازم اخد اراء ناس غير خوليو. لا مؤاخذة يا خوليو، اخد اراء مين؟ فانت بتتعرف على ناس، الناس بتعرفك على ناس، فبتضطر ان انت ايه ده احنا هنفتح شركة. غير بقى ينب، لا انت هتفتح شركة بجد، وهتبقى انت ابن 60 شركة، وهتجيب ناس، وهتعرف ان الناس دي جميلة جدا وبتحبك جدا وواقفة جنبك جدا فوق ما تتخيل، وتتفق معاهم في نفس الوقت اللي انت في رمضان بتروح فيه تعمل استريم يوميا في مكان بعيد، بتروح له سايق كل يوم، يجي لك انزلاق غضروفي وتعدي وما تقولش حاجة، يجي لك بعد كده مشاكل في فقرات الرقبة. دي كلها مشاكل كانت موجودة بس ما كانتش تفاقمت للدرجة دي. بدأت تبان امتى؟ لما وزنك زاد شوية، لما بدأت لا مؤاخذة ايه ها ايه ويطلع لك الحاجات دي. ويجي لك رمضان 2024 وتتكرر تاني، ما فطرتش ولا يوم تقريبا في المغرب. انت بتفطر دايما على العشاء على الساعة 12 بالليل. ليه؟ لأن انت بتخلص الاستريم في مكان بعيد جدا، بعد كده ترجع لحد المقطم اللي انت المفروض هتسيبه، فما فيش حته تنام فيها اصلا. انت فكيت السرير وفكيت الحاجه كلها ونقلتها بدري لان انت غلطت وما كنتش شايف كويس الوقت اللي المفروض الحاجه تتنقل فيه، فالمكان تمام نايم على الارض حرفيا على سجاده الصلاه، حاطط مخده، يا اما بتنام في العربيه وانت سايبها على الشاحن، هوبا الشاحن يضرب فالعربيه كانت هتبقى هتولع. بس الحمد لله ربنا ستر، فالعربيه مش ينفع تشتغل غير لما نيجي نركب شاحن تاني. تيجي تروح تشحنها في المحطات تلاقيهم اصلا عملوا بروتوكول وقف شحن العربيات الكهرباء اللي هي جايه من الصين، ولازم تكون عربيات اوروبي، موال جديد كده لو انت مهتم يعني بعربيات الكهرباء بخش سيرش عليه. ده كله كلام انت مش لازم تطلع تحكيه مع الناس، لان يا ابني وانا مالي، انا عايز قصه مش مهم تسمعها. انا عايز قصه مش مهم تسمعها، احكي لي قصه مش مهم تسمعها. حسسني ان انت لسه يحيى بتاعنا، حسسني ان انت لسه يحيى اللي شبهي، حسسني ان انت يحيى. هو انا مش شبهك يا اسطى؟ بالله عليك شفتني رحت فتحت مطعم؟ شفتني بسكيت يلا؟ شفتني عملت مولت وبتاع؟ ده انا كل اللي جالي حطيته فيها حرفيا. في الشركه بدل الكاميرا بقوا 5، بدل كشاف اضاءه واحد بقى عده اضاءه كامله. الاسطى عبده بقى قاعد في ورشه بجد، صالون غريب اتظبط ومعمول فوق، اوضه سكرو بقت اوضه سكرو بجد، بقى في ترابيزه اجتماعات واوضه اجتماعات. والاول مره ما بقاش ساكن في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه، ما بقتش الاقي شراباتي مرميه هنا وازايز ميه هنا وسلكه سنان هنا. تحس انك بني ادم، انت قاعد، انت نايم كويس، انت صاحي الساعه 8 الصبح ورايح عشان عندك تصوير، انت مذاكر الجوله بتاعت الكوره ومتفرج على الماتشات ومحضر، بدل ما كنت بتطلع الاول تهري اي هري وتطلع تقول ستيرلينج عجبني بصراحه، يعني انا عجبني قوي ستيرلينج في الماتش ده هون لانه ادى اداء يعني في منتهى الخطوره، ويطلع كان مصاب وما لعبش الجوله اصلا، وانت تتفرج على الفيديو بتاع اللوسته وتعديها له. انت بتحب اللوسته وبتحب تعرفه انك بتحبه، تحب تعرف له كل حاجه صح؟ لا انت بقيت تذاكر الماتشات وبقيت تتفرج على الماتشات، ما بقيتش تنزل تقعد على القهوه، بس مش علشان خاطر انت بتبعد، انت ما بقيتش تنزل على القهوه لان انت فعلا بقيت بتشتغل، ولان انت لما جات لك فلوس المره دي هي المره الوحيده اللي انت عملت فيها القرار الصح. انت ما صرفتهاش على الاكل والشرب ما اشتركتش في اغلى جيم في مصر، ما ركبتش انضف عربيه في مصر، ما جبتش عملت كذا، ما جبتش عربيات المحدثين ولا رحت عملت ولا سويت. دلعت نفسك بس واحده واحده، ودلعتك انت كمان، جبت لك كاميرا نظيفه يا عم. دلعت نفسي بصراحه، ماكينه الاسبريسو دي هي جات لي هديه بصراحه، هديه الاستوديو الجديد، بس دلعت نفسي بيها اهو، بقيت اجيب بن احلى شويه، لا تحس انك مبسوط. سكرو مكسر الدنيا، الاسطى عبده مدغدغ الدنيا، شكلك في الصوره طالع حلو،
الناس في الكومنتات بتقول لك شكلك حلو، وانت في الاساس عامل ده ليه؟ علشان تعمل محتوى وتفضل تعمل محتوى. ولو على قصة اللي مش مهم تسمعها فهم كتير قوي. لسه في قصة الضرب في المدرسة، مستر أحمد سعيد أصلا دي لوحدها كده. لسه في قصة لما اشتغلت أمين مخزن. لسه في لما اشتغلت صبي حلاق. ليه؟ لأن أنا ابن عمي اللي هو عبد الفتاح محمد عزام ده أصلا أسطى حلاق. وناس تانيين قرايبنا، عمي يوسف العناني في الطلبية، ورا اسم الطلبية على طول، فاتح صالون حلاقة، صالون العناني من الستينات تقريبا. في دوشة، في قصص كتير قوي. بس هي القصص علشان تطلع وعشان تحس ان انا حاسسها تحتاج ان اللي قدامك برضو يكون رايق. وانا كنت في الجراندي كنت خربان يا اسطى. انا كنت خربان، انا تعبان، ومش من حقي اطلع اقول لك ان انا تعبان، ومش مشكلتك خالص ان انا تعبان. يا عم انا جاي ارمي عليك قرفي؟ يا عم يا عم يحيى، طب ما كنت الفلوس اللي جات لك دي عادي جدا تعمل بيها. يا عم افتح كافيه واقعد بقى واقفل بقى اليوتيوب وخلاص. بس انا بحبك انت يا عم، بحب الوسطى طبعا، بس انا بحبك وعايز اطلع اعمل محتوى، عايز اطلع احكي حدوته، عايز احكي قصه مش تسمعها، عايز ارجع اعمل قلم فرنساوي. انا دفعت اللي ورايا واللي قدامي، وانت لا تتخيل انا تعبت في المكان ده قد ايه. من الصفر. المكان ده كان كده وبقى كده، ورشه اللوسته كانت كده وبقت كده. ويوصل بيا الموضوع ان والله العظيم كان متبقي معايا 35 جنيه اخر يوم توضيب هنا. من امتى؟ من يوم 1/4/2024 لحد 15/6/2024. انت كل يوم بتدفع فلوس، بتدفع صنايعية، صنايعية بتسرقك وعارف انه بيسرقك وبتفوت ليه. يا عم ما هو ممكن يكون عنده عيال عايز يربيهم يا عم، وده غلط اللي انا بقوله طبعا، ما هو حرامي ابن 60 كلب. بس ما انت معاك يا عم. ده عارف انت نظرة بتاع ده؟ انا نفسي اعمل فيديو ودان الصنايعية بصراحة يعني. بس علي قنديل عمل حاجات كتير قوي على الصناعية، فانا سايبها له بصراحة، مش هعرف ازايد عليه يعني. طيب اللوسته رجع يشتغل، الدنيا تمام. لسه عندنا تحدي اسمه مولد اللوسته عبده، لسه عندنا صالون غريب، لسه عندنا من سيربح الايفون، لسه عندنا القرد في الشنطه الجلد، لسه عندنا لاست مان ستاندنج سكرو، لسه عندنا بطوله الجامعات، لسه عندنا ايفنت ضحك ولعبه من غير جد وحب، لسه عندنا بلاوي متلتله. اهو كل الكلام ده بقى كان هنا، وكان مستني بس ان يبقى معايا فلوس علشان اعرف اكبر الشركه. فلما الشركه تكبر اعمل محتوى اكتر. وانا عارف ان انت بالنسبه لك يا عم انا مش عايز اكتر، انا عايز احلى. انا عايز الحدوته اللي انت بتحكيها لي يا يحيى ارجع احس ان انت مصدقها زي زمان. وانا كل اللي انا عايزه منك بقى انك تحس بقى انا الفرحه بتاعتي دي، حس بيا معاها. ايه حس بيا معاها. ايه الخيانه ايه الشيزوفرينيا دي؟ حس بيا معاها، بص لي وانا بكلمك. لا، حس معايا باللقطه دي، حس معايا بالفرحه دي، حس معايا بفرحه ان لا ده احنا كبرنا، ده احنا حلوينا واتدورنا وبطرخنا وبقى في بدل الكاميرا 2 و3 و5. احنا بقينا ندي امل لاي حد عايز يبدا ان ابدا بأزبل حاجة عندك. ولو انت بجد عندك الطموح اللازم وعندك الخطة اللازمة وفوق ده كله حظك كويس وتوفيق ربنا معاك، انت هتبقى حاجة جميلة. ودلع نفسك يا عم وانبسط، بس ما تنساش تدلعني انا كمان بقى. وانا بقولها لك يعني، اللي فات من قصة مش مهم تسمعها كوم. انا عارف ان قصة مش مهم تسمعها 2022 وما قبلها غير خالص من 2022 وما بعدها. بس انا عايزك تتقل عليا واستناني كل تلات في قصة مش مهم تسمعها. استناني بقى في قصة مش مهم تسمعها كل تلات وانا بحكي لك. التلات اللي جاي عندنا لما اشتغلت حلاق، والتلات اللي بعده عندنا لما عن الضرب في المدارس، التلات اللي بعده عن لما اشتغلت امين مخزن، التلات اللي بعده عن ابويا، التلات اللي بعده عن مش فاكر. بس انا اشتغلت حاجات كتير. وبما ان معرض الكتاب خلاص يعني عن ناصية اهو في يناير اللي جاي، فانا مش هنزل بحاجة. بس اللوست عبده هينزل بترجمة مذكرات يورجن كلوب، فاستناها وروح. واللوست عبده هيكون موجود وهتاخد الصورة الجميلة
وهننبسط وكل حاجه هتبقى عسل. بس بالله عليك لما تلاقيني ماشي في الشارع وانا عامل كده، اعرف ان انا مثلا لسه جاي من عند دكتور وظهري مبهدلني. اعرف ان انا بجد قولوني بيعمل فيا كده. اعرف ان انا طالع عيني، انا تعبان، بص جايبه معايا جراندي بجد. فخليك معايا وما تبقاش عليا. طولنا يا خوليو، صح صح وبس كده. واللي انت شايفها دلوقتي دي كراكن. ايه هي كراكن؟ هي شركه بتصنع العاب زي سكرو، وبتعملها ابلكيشنز زي سكرو، وبتعمل محتوى زي سكرو. زي قصه مش مهم تسمعها، زي مولد الوسطى، زي صالون غريب، زي القرد في الشنطه الجلد. بتعمل ايفنتات، بتعمل كل حاجه مش لنفسي، ليا وليك. وزي ما قلتها لك قبل كده، اي حد عنده فكره لحدوته لحاجه جميله هو عاملها ومستني بس الزقه، انا معاك بالزقه. عندك فكره اللعبه وعايز زقه، انا معاك بالزقه. احمد الزقه يا عايز زقه زي طب ما انا خدت زقه، انا خدت زقه فانت كمان تاخد زقه. وبس كده وبس كده. ده كان كل دي ما نعتبرهاش قصه مش مهم تسمعها، ده يعتبر فيديو دردشه وفضفضه، علشان مش كل شويه حد يكلمني يقول لي عايزين نعمل بودكاست مع بعض ويسالني نفس الاسئله وباباك ومش عارف ايه ومين اقرب حد ليك وبدات ازاي والترانزيشن وبتاع. يا عم انا خلصت الكلام كله النهارده. طب ايه الفرق ما بين قبل كده وما بين دلوقتي؟ الفرق ان ما بين قبل كده اللي هو خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول انا كنت مش شايف قدامي ومحتاج ارجع اعمل محتوى عشان اعوض الفتره اللي انا وقفت فيها. بس دلوقتي انا تمام، فهرجع اعمل الحاجات اللي بحبها بقى حتى لو مشاهداتها اقل. طبعا قصه مش مهم تسمعها كل تلات، قلم فرنساوي، وربنا جت معاك بالحظ، الراجل القابض المتطرف، كل الكلام ده هيرجع تاني لان دي الحاجات اللي انا بحبها. السبرتايه هترجع تاني كل معرض كتاب. ونرجع بقى ايه؟ نلضم. ها تعالى بس انا افهمك، بس تعالى. انا عارف نلضم. ها نلضم الفتله اللي اتقطعت دي. خلاص انا عارف انت زعلان من ايه وحقك عليا. وتعالى بقى ايه، نبدا مع بعض بجد صفحه جديده بتاعت الكراكن.